لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة صحينا من النوم على صوت الشتاء وروايح الشتاء، فبنتي قالت لي يلا بينا نعمل محشي يا ماما ورق عنب. طبعا طلعت ورق العنب وبسلقه اهوت. يلا تابعوني لآخر الفيديو عشان تشوفوا وصفات النهاردة. لايك وشير وسبسكرايب وتابعوا قناتي وادعموني عشان يوصلكم كل جديد. هنا انا ده ورق عنب مفرزاه، ابقى برضو اوريكم طريقة ورق العنب في التفريز. زي ما انتوا شايفين كده اسلق ورق العنب كله. انا عاملاه بستريتش في الفريزر. هبقى اوريكم وطريقة ورق العنب ليه كذا طريقة للتفريز في الفريزر. ادعموني علشان قناتي تكبر بيكم وعشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كده انا خلصت ورق العنب. هنعمل بقى ايه تسبيكة المحشي بتاع ورق العنب. هنا نزلت بزيت وهنزل بسمنة. زي ما انتم شايفين نزلت ببصلة انا بشراها. انا بحب في ورق العنب معملش البصل متقطع، بحبه مبشور. في مليون طريقة لعمل تسبيكة المحشي ديت، ومش شرط ان كل حاجة يبقى لها تسبيكة، يعني كل واحد وذوق. كل واحد زي ما بيحب يحط ايه في تسبيكة المحشي اللي هو بيحبها. هنا اول ما البصلة تتحمر هننزل عليها بطماطم. طماطم انا ضربها في الخلاط. ونحط بهاراتنا يلا. فلفل بقى وملح انا مبحبش احط بهارات كتير على الاكل، حتى هتلاحظوا في فيديوهاتي كده، لان البهارات الكتير اللي بتبقى على الاكل بتتعب. حطيت فلفل اسمر وكمون وملح ونص معلقه قرفه اهو. نديها تقليبه وتسيبها تتسبك. تابعوا معايا الفيديو للاخر. هنا انا في حله تانية حطيت زيت ومعلقه سمنه، وهنزل ببصل متقطع جوليان زي ما انتم شايفين. اول ما البصل يتشوح هنزل عليه بايه، بصدرين من الفراخ انا مقطعاهم عشان احطهم في طاجن ورق العنب من تحت. دي طريقة جديدة على فكرة محدش عملها قبل كده، يعني انا شايفة دايما كله بيحط لحم. حطيت عليه فلفل اسمر واحط ملح اهو، واسيبها لغاية ما تستوي. يعني تستوي ايه، تبقى 3/4 سوا كده. من قبلها يعني. هنا ادي التسبيكة بتاعتي خلاص. ده رز مصري انا غسلاه، وادي الخضرة. ودي كانت صلصة انا مفرزاها برضو، طلعتها فكت ولغاية ما فكت وبعدين حطيتها. شايفين التسبيكة حلوة ازاي؟ على قد جمالها كده جربوها. هنا انا معايا برام بقى، انا كنت حاطة فيه بصل من تحت. هعمل ايه بقى، هنلف ورق العنب. هنا هحط الصدور اللي انا كنت عاملاها معاكم زي ما هي كده، وهجيب ايه شرايح ليمون احطها.
طبعا انتوا عارفين ان ورق العنب بيحب الشرايح الليمون، بيحب الليمون عامة، يعني كلنا عارفين. ادي الليمون اهو شرايح زي ما انتوا شايفين. هرص بقى ايه، هعمل المحشي وهرص. طبعا انا بلف المحشي مش بالشبشب ولا بالمشط ولا بالورق، انا بلف بايديا زي ما انتوا شايفين. هنا انا هعمل 2 طاجن كده. انا كده خلصت واحدة، هحط ورقة على الوش وهركنها واجيب التانية. عايزة اقول لكم ان انا كنت بصور لكم واولادي واقفين عمالين عايزين من المحشي، واقفين عمالين يعيطوا جنبي وانا واقفة. ادي التانية، انا حطيت من تحت ايه ملح وفلفل، واحط شوية زيت كده عشان ما يلزقش، لان الطواجن بتلزق. زي ما انت شايفة. كنت نسيت احط الليمون ورجعت حطيته تاني. كده انا خلصتهم. انا هنا عاملة شوربة بقى. عاملة الشوربة دي ازاي؟ اخدت شوية خلطة من بتاعة الفراخ اللي هي المشوية، وحطيت الصدر اللي انا خليته، اخدته حطيته في ورق العنب، اللي هو العظم بتاعه، يعني عملت عليه شوربة. هاخدها بقى ايه واسقي ورق العنب وادخله الفرن طبعا، والع الفراخ جوه الشواية ومن تحت الاتنين، قلتلكم وانا بشيل الشبكة وبطيب الحاجة تحت خالص. كده هما دخلوا الفرن، اول ما يطلعوا بقى هوريهم لكم. وادي صينية الفراخ زي ما انتوا شايفين، وادي ورق العنب. عايزة اقول لكم ان احنا كلناه كله واحنا قاعدين على الاكل. وصينية الفراخ دي ما كانش ليها حل. وكل كمان ما تسيبيها في التتبيلة ديت بتبقاش، تبقى دايبة 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 كده. يلا تابعوا وصفاتي وجربوها. مع السلامة.